فلوج جديد ويوم جديد. النهارده ان شاء الله يكون اخر يوم لينا في دبي، وهنروح الفتره الجايه ابو ظبي ان شاء الله، مقر الشغل هناك ان شاء الله، يعني اذا ربنا اراد، او هستمر في المقر هنا في دبي. الحمد لله، فضل ونعمه من ربنا. النهارده بدون كلام كتير هنتكلم مع بعض الانديان رايس تشيكن كاري. اول مره اجربه في حياتي. جاي معاه انا مش عارف ايه ده الصراحه، سلطه عشان الاكل الصحي، حاجه كده مع عدس او حمص تقريبا، خضار فاصوليا وبطاطس، يعني مهتمين قوي بالحاجه الصحيه. اعتقد ده الكاري نفسه. هنا الرز هو كتر خيره مش حاطط معلقه، ودي نقطه مش ايجابيه على فكره. افتح كده رز ابيض، والجيش قال لك اتصرف معلقه. انا هفضل بس كده الواحد اشوف ايه ده الاول، في حاجه تحته ولا ايه؟ الرز فيه مش متسخن كويس. هو سخن كل حاجه ما عدا الرز. طب اسخن الرز ولا ايه؟ مش عارف. تعال نشوف ايه دي الاول. ما اعرف، هي سلطه متقطعه حتت صغيره، اقسم بالله ما اعرف ايه ده. في رغيف سمك مشوي مش عارف ليه، خليها على جنب. سلطه حاجه عارفينها. بسم الله، ونضربه كده بالسلطه. والله السلطه حلوه قوي، السلطه بتاكل لوحدها حرفيا. الراجل سخن السلطه في الميكروويف ونسى يسخن الرز نفسه. السلطه دي 10 على 10. ده خضار سوتيه عادي، عباره عن فاصوليا وبطاطس وكوسه، وانا مش بحب الكوسه اصلا. ده كنت بشوفه في فيديوهات الاكل الهندي كتير. ده اعتقد ده حمص. ده حمص يا جدعان، ده حمص اللي هو حمص الشامي عندنا في مصر، بيتشرب في كيس ده عليه شطه وليمون. بالظبط، هو حمص فعلا، بس عليه توابل شديده قوي. نيجي بقى لاهم واحد فيهم كلهم، وهو النجم بتاع الطبق كله، والطبق مسمى على اسمه التشيكن كاري. كده طعمه هيبقى عامل ازاي؟ انا بس هدوق حته صغيره. بسم الله الرحمن الرحيم. وحرفيا بيض بطاطس، تبقى حته فراخ وحته لحمه. عنده الفراخ. طيب الفراخ ده يبقى اقطعها بالمعلقه بسهوله خالص. هي وجبه طبيخ، انا حاسسها وجبه طبيخ بس مش اكتر. ندوق اللحمه حلوه مستويه، بس الفراخ لسه حاجه بسيطه. ناكل بالخمس بقى. بسم الله، ناكل بالخمس. والله الاكل بالصوابع احلى من المعلقه بكتير. ده مشروب الكولا الهنديه دي. ف 17 درهم هي وجبه حلوه تشبعك لو انت مغترب وما بتحبش تطبخ. فالوجبات اللي بره دي حلوه قوي. فاكتبوا لي في الكومنتات ايه اكتر وجبه حبيتوها لو انت مغترب يعني، وجربتوها قبل كده وعجبتكم. لايك فولو اشتراك، وكل يومين ثلاثه كده فيديو فلوج جديد.